الجنسية الألمانية اتغيرت وأخيرا بقى ممكن أحافظ على المصرية وآخد الألمانية. تعال بقى أقول لك أنا ليه أصلا ما كانش فارق معايا الكلام ده. بص يا معلم، الجنسية الألمانية مش كل حاجة، خد دي في وشك، دي الحقيقة. مش كل حاجة ومش هتفرق معاك في أي حاجة غير في السفر برا ألمانيا. وانت يعني بتكسب كام عشان تسافر كل يوم بره المانيا؟ فاهم قصدي؟ انت في السنه كلها اخرك هتروح مصر مره وتتفسح مره، ده لو ربنا فتحها عليك قوي. لكن غير كده انت اصلا قاعد مفروم في الفرامه بتاعت الشغل وفي الحياه الروتينيه ومش لاقي وقت اساسا تعمل حاجه. ده رقم واحد. اذا السفر ده بنسبه 2 3% بيحصل في السنه، ده لو انت اصلا معاك فلوس. طب الناس اللي مش معاها فلوس عادي جدا بياخد حقوقه زيه زي اي الماني. طب هل كان في فرق في الحقوق لما انت اصلا كنت اجنبي؟ هنا بقى ممكن نتكلم 4 ساعات في الموضوع ده، لان انا شخصيا شايف ان الحقوق ما كانتش فرق كبير قوي. يعني في فرق طبعا قانونيا، بس على ارض الواقع انت مش بتلمسه كل يوم. انت حياتك الروتينية ماشية كويس جدا، انت بتدفع ضرائب وبتاخد مكانها برضو خدمات. الخدمات اللي بتجيلك هي اللي بتيجي للألماني، ما عدا الحاجات السياسية زي انك انت يبقى عندك حق في تصويت، حق مش عارف كذا، ممكن. لكن انا عايز حد يطلع هنا يقول لي، يكتب لي في التعليقات ايه انا باخده مميز كألماني ما بياخدهوش الاجنبي اللي عايش هنا، الوافد يعني اللي زي حالاتي مثلا. ايه فرق، ايه فرقنا؟ ايه ما فرقناش قوي على فكرة. بالعكس، انت معاك الاقامة الدايمة ومعاك حاجات كتير جدا من المميزات، وبتتعامل معاملة برضو في قمة الشياكة بصرف النظر عن المشاكل اللي بتحصل في حتة الجنسيات والألوان وهكذا. لكن أنا بتكلم على المعاملة اللي بتاخدها في بقية الحاجات، في بقية الخدمات، في سفرياتك، في جوه، في المحاكم، في كله انت بتاخده بيتعامل معاك كالآتي. لكن طبعا وفي أي دولة في العالم على فكرة بيبقى في تفضيل اكتر لابن البلد. ده شيء طبيعي، ده حاجه في طبيعه البني ادم يا جماعه. يعني انا مش عارف ليه ناس كتير ما بتشوفش الموضوع ده، بس ده طبيعي. انا يمكن علشان عشت بدول مختلفه وشايف ان كل دوله عشت فيها بيبقى طبعا ابن البلد هو المفضل. يعني هو اهم، هو اللي بيعرف يسلك في السكه زي ما بيقولوا، هو بيسلك طريقه في الزحمه. لكن الاجنبي والوافد هيفضل طول عمره اجنبي ووافد، ولكن ليه الاحترام وكل حاجه. انت بتاخد هنا حياه معيشيه جميله لطيفه، معامله يعني نوعا ما نقول محترمه انت فاهم ازاي؟ لكن في مواقف طبعا بتتعامل فيها معامله مختلفه لانك انت ما زلت اجنبي. يعني انت مش فاهم انت متوقعين يعاملونا ازاي يا جماعه؟ احنا معلقين سقف احتمالاتنا قوي وتوقعاتنا ليه. انا شايف المعامله اللي احنا بناخدها هنا زي الفل و100 10، الا استثنائيات، عشان بس ما حدش يجي يقول لي انت عايش في اللالا لاند. لا طبعا في استثنائيات وفي حاجات كتيره قوي، شواذ وسلبيات كتيره. بس انا هتكلم عن مجمل الحياه يعني. مجمل الحياه، انت راضي، انت فاهم قصدي؟ انت مش متنمر انك تسيب البلد وتمشي، لا. بس احنا بنعمل فيديوهات لإيه؟ بنقول للناس يا جماعة خدوا بالكم في عيوب زي ما في مميزات. لأن مفيش حد بيطلع يقول العيوب، لأن العيوب مش بتبيع كلام، مش بتبيع من الآخر، مش بتبيع مشاهدات، مش بتبيع فيديوهات، مش بتبيع ابتسامات، مفيش، ملهاش لازمة. فبالتالي الناس كلها بتروح للمميزات فقط لا غير. لكن العيوب موجودة ولازم تعرفها. والغريب ان احنا كدول عربيه وكشعب عربي مش بنعمل الحركه دي، مش بنركز في العيوب. بنمسك في المميزات وكأن هي الامل وكأن مفيش غيرها، وبننسى فكره ان ممكن يكون البلد دي فيها عيوب، وندرس عيوبها ونشوف العيوب دي هنعرف نتعامل معاها ولا لا. عادي جدا على فكره، في كل دوله تاني كده. انا عايز اقول لك على حاجه، انا قابلت شخصيا اجانب من كل حته، مش هقول لك في اوروبا بس، من كل حته في العالم. والله العظيم ما كانوا ينقلوا حياتهم من بلدهم لأي بلد أخرى إلا لما يدرسوا البلد التانية دي بكل شتى أنواعها، عيوبها، مميزاتها، خدماتها، ثقافتها. هعرف أنا أتعامل مع هذه الثقافة ولا لأ؟ وي بياخدوا وقتهم. خد بقى، وعشان ربنا مديهم فلوس ومديهم باسبور قوي،
بيسافروا البلد دي وتلاقيهم دايما يروحوا ويجوا يروحوا ويجوا على هذه البلد مليون مرة قبل ما ياخد القرار ان هو ينقل فيها نهائيا. احنا ليه مش بنعمل كده؟ علشان طبعا امكانياتنا اضعف ومش معانا فلوس وباسبورنا ما يسمحش ان احنا نروح ونيجي. بس ده مش معناه انك تتجاهل لما حد يطلع يقولك على عيوب البلاد اللي هو جربها. ففي عيوب، طبعا في عيوب، ولكن في الاخر المجمل انت مرضي، لانك انت بتتعامل معاملة في الاخر لطيفة نوعا ما. في حساسيات، في حاجات كتيرة برضو مش موجودة زي الطبيعي او زي ما انت بتحلم انها موجودة. بس اللي اقدر اقوله لك يعني من وجهة نظري انا كاسلام شخصية او تجربتي انا، ان اللي بيجتهد وبيتعب بيلاقي. فتعالى اتعب وصدقني هتلاقي. حاجة أخيرة عايز آخد رأيكم فيها يا جماعة. عملت المنظر اللي ورا الديكور ده، الخشب ده، وحب حاجة أبو صلاح فوق اهوت، والميدالية الفضة اللي أنا كسبتها اهوت من الماراثون بتاع العجل أهو. وعارفين الخشب ده صح؟ عارفين أهو. بدأت أهو أعمل في الديكور، حطيت شوية حاجات لسه دي مش مخلصها، لسه هعلق وكده. دي كانت جايلي هدية مرة فاخدتها، لسه المفروض برضو تتعلق. بس قشطه يعني، انا في مرحله دلوقتي في تعديل منظر المكتب عندي. فقول لي ايه رايك واديني افكار، عشان انا تايه على الذكاء الصناعي، وان انا اشوف افكار مختلفه حلوه ان انا اغير بيها واجدد بيها الايه الديكور ده اكتر ما انتوا شايفين كده. فلو عندك افكار يا معلم ارزع تحت وقول لي رايك ايه في التعليقات، لان انا فعلا تايه ومحتاج راي حد، هتفيدني كتير. نرجع بقى تاني على معلومة بقى انا شخصيا ما كنتش اعرفها وعرفتها بعدين، يعني انك انت لما بتاخد بقى القانون الجديد اللي طالع ده اللي قلب الدنيا في المانيا هنا، انك تحافظ على الجنسيتين. لو انت حافظت على الجنسيتين، خد بقى المعلومة دي، ألمانيا مش بتضمنك في أي دولة ليها علاقة بدولتك الأصلية السياسية. بمعنى ان انا مثلا مصري دلوقتي وبحاول اني اقدم واحصل على الجنسيه الالمانيه، لو قررت اني احافظ على المصريه جنب الالمانيه معايا الباسبورين، اذا لو رحت اي دوله والدوله دي عندها اي نوع من انواع الخلافات السياسيه الاقتصاديه اي حاجه في الدنيا مع دولتي الام اللي هي مصر، هناك المانيا ما تضمنش حمايتي، بل مصر هي اللي تاخد حمايتي وهي اللي مسؤولة عني. فاهم حاجة؟ يعني لو عملت من الآخر أي شكل في أي دولة، الدولة دي عندها مشاكل سياسية مع دولتي الأصلية، ألمانيا تقول لك لا، أنت هنا باسبورك ما السفارة الألمانية مش بتاعتك، السفارة المصرية هي وجهتك. دي معلومة. إذا ألمانيا بتأمنك خارج ألمانيا فقط في الدول اللي هي مستقرة سياسيا مع دولتك الأصلية. دي معلومة أنا ما كنتش أسمع عنها وما كنتش أعرف إنها تبقى موجودة يعني. كنت بحسب إن معرفش الاتنين مع بعض بقى هيشتغلوا ويتعاملوا مع بعض فأنت لو عملت أي مشكلة في أي دولة من الدول دي، اتجه للسفارة المصرية يا معلم. حتى لو معاك الباسبور الألماني، السفارة الألمانية بتقول لك في الحتة دي يفتح الله. هتكلم برضو على حتتي انا هنا في فرانكفورت وفي المانيا. لا مش لازم، لان طلعت اشاعات كتيره قوي انك انت لو بتاخد الجنسيه الالمانيه لازم تعترف بدوله ولاد العم، ولازم تقول انا بحميهم وبحبهم وخليهم يكملوا في اللي هم بيكملوا فيه. الكلام ده مش صح تماما، ولكن هو مرتبط بالتاريخ بتاع المانيا. فاهم حاجه؟ يعني عشان تاريخ ألمانيا والحج بتاعنا القديم اللي حرقهم واللي ولع الدنيا في الموضوع وقتل ناس كتيرة، فبالتالي هم موجود أصلا نص في القانون بتاعهم بيقول إنك أنت لازم تحافظ على هذا النسل من الانقراض. خليني أحطها لك بطريقة شيك. فإنك أنت ما تبقاش ضدهم، بس مش هم بس، ما تبقاش ضدهم مش اللي موجودين في دولة ولاد العم، لا ما تبقاش ضد الديانة نفسها، ما تبقاش ضد بقية الأديان، ما تبقاش عندك عنصرية ضد الأديان أو ضد الألوان أو ضد. فالحتة دي أنت لازم تقول أوكي أنا راجل مش عنصري، أنا راجل مش ماشي أقتل في الناس في خلق الله، أنا راجل مش همشي أولع في أديان مختلفة. وده بالآخر هو دينك، يعني أنت ربنا بيقولك ما تخشش برضو تولع في الناس على الفاضي. ده موضوع تاني بقى اللي احنا بنقابله السنة دي والسنين اللي فاتت من ساعة ما الدنيا ولعت. ده موضوع تاني ملهوش علاقة خالص
باللي هم بيتكلموا فيه هنا، وموضوع اللي هو انك انت تعترف بيهم. لا لا لا، الكلام ده مش مظبوط، ولكن هو ليه علاقة اكتر بفكرة العنصرية والالوان والاديان، وانك انت ما فاهم يعني حتة تانية ليها علاقة بتاريخ المانيا قصدي، اللي احنا عارفينه. فلا، ما الحمد لله الواحد كان متخيل حاجة تانية خالص. بس لا، مش زي ما طلعوها في السوشيال ميديا وفي الاعلانات وفي النت عندنا هنا، وقال لك انك خلاص بقى يعني انت فاهم هتولع الدنيا. فما تقلقش، احنا لسه في امان ومش خارج نطاق اللي احنا معترفين بيه.